بالرغم من إنها وصفة سهلة وسريعة إلا إنها حلوة جدًا، جدًا وبتدفي في الشتا، بس مش أي حد يقدر يضبطها كويس. أول حاجة معايا كده حلة على النار حطيت فيها معلقتين كبار من السمنة ونزلت عليهم بشوية من الشعرية. هنعمل مع بعض النهارده شعرية باللبن ولا أروع من كده، حلوة جدًا، جدًا. هابدأ إن أنا أشوّح فيها بالشكل ده كده لحد ما كلها تاخد معايا لون دهبي، مش عايزين نغمقها عشان ما تبقاش ممررة أو يبقى شكلها مش لطيف. بعد ما بتاخد اللون الجميل ده هتنزلي عليها لا إما بمَيّة لا إما بحليب، الأحسن إنِّك تضيفي عليها الحليب وإن هي تتشرّب من الحليب الأول، بس لو مش عايزة الخطوة دي عشان تقللي من استهلاك الحليب، تقدري إن أنتِ تحطّي مَيّة وبعد كده بعد ما تستوي تزوّديها باللبن. عندي هنا كريمة لباني ودي اختياري خالص، أنا حطيتها عشان أنا مستخدمة لبن مُعلّب فبيبقى مش دسم أوي. تقدري كمان لو عندِك قشطة فلاحي أو وش بتاع اللبن، أي قشطة عندِك تقدري تضيفي منها عليها معلقتين من القشطة. حطيت هنا بقى كمان معلقتين من السكر وشوية شوية لبن في الطبق ده كده، حوالي ربع كوباية، ضِفت عليهم معلقتين كبار من كريم شانتيه باودر وشوية صغيرين من الفانيليا، قلبتهم مع بعض وبعد كده نزلت على الشعرية بتاعتي اديتهم غلوتين مع بعض وبقت كده جاهزة معايا وزي الفل. عايزة أقول لكم إن هي سريعة جدًا وحلوة جدًا، تقدروا تعملوها في فطار، تقدروا تعملوها بالليل كده في البرد هتدفيكم، تقدروا تضيفوا عليها مكسرات، حطوا فيها الحاجات اللي أنتم عايزينها. أتمنى تكون الطريقة عجبتكم وتعملوا لايك وشير.